مساءكم سعيد أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، خبر جديد إن شاء الله ينال إعجابكم ويجدكم بصحة جيدة. فيديو إن شاء الله سيكون عن مسلسل القلب الأسود الحلقة ما قبل الأخيرة، كتصريح البطلة وكذلك زي تسريبات قوية جدا للحلقة التي سنشاهدها الليلة، وكذلك المسلسل القوي الجديد الذي يتنافس مع المسلسل. تابعوا الفيديو هذا الأخير ولا تنسوا تضغطوا لايك، تعملوا شير الفيديو، تشتركوا في خاصة الجرس. نعم أعزائي، مسلسل القلب الأسود وصل للحلقة ما قبل الأخيرة التي سنشاهدها الليلة، ستتنافس مع مسلسل تركي صيفي. أول مسلسل تركي صيفي سيعرض الليلة مسلسل الغرفة المزدوجة على قناة قناة تي، وغدا تجدونه مترجم أعزائي. الحلقة ستكون قوية ورائعة وأجواء الصيف الرائعة الرومانسية الكوميديا. لكم موعد معها مع الحلقة الأولى من مسلسل الغرفة المزدوجة. كما قلنا سيتنافس مع مسلسل القلب الأسود الحلقة 33 ما قبل الأخيرة، هو أيضا سنوجهه للأسف بدون تجديد أعزائي. والأحداث الأخيرة والأحداث النهائية سنشاهدها في حلقة الليلة وحلقة الأسبوع المقبل. سنوجه المسلسل للأسف كما تعرفوا السبب، يعرف سبب، هو نسبة مشاهدته وكذلك الكثير من المشاكل التي تابعت هذا المسلسل. إليكم تسريبات الحلقة، وكما قلت لكم تصريح البطلة التي توجه المسلسل برسالة جميلة. إليكم الرسالة: رسالة وداع لبطلة القلب الأسود الرئيسية إيجي أوسلو. نعم قد قالت: لقد وصلنا إلى نهاية مسلسل آخر في مجموعتنا. شكرا لبانو كور أوغلو وإفرين كارابيك ومراس سرطاش أوغلو وجميع زملائي من طاقم عمل مسلسل القلب الأسود وزملائي أعضاء الفريق وكل شخص آخر كان من المساهمين. البطلة عفوا توجه الفريق وتوجه كل أبطال المسلسل وحتى المشاهدين، نتمنى التوفيق لهذه البطلة إيجي أولسو وعودة بمشروع آخر ناجح. ما رأيكم أعزائي في مسلسل القلب الأسود؟ هل يستحق التوقيف؟ إليكم الآن التسريبات وأبرز أحداث حلقة الليلة من مسلسل القلب الأسود الحلقة ما قبل الأخيرة. بينما يخضع نوح الذي يتحمل كل المخاطر لعملية جراحية تمر لساعات ببطء شديد، وبالنسبة لأحبائه طبعا يمرون بموقف صعب جدا وانتظار نتيجة العملية الصعبة. الجميع يحاول دعم إشبيليا وملك، وفي حين يستمر التعاون بين خليل وحكمة، فإن جنان وبنيامين يلاحقان خليل أيضا. وعلى الرغم من وجود ريح باردة تهب بينهما، ستحاول جنان وبنيامان عدم الكشف عن الوضع لتحسين. ستحاول بيري بكل الطرق التقرب من جيهان مرة أخرى، إنه لا يتردد في وضع خطط خفية لتحقيق هدفه. من ناحية أخرى، بينما تتلقى سومرو أخيرا بجميع أطفالها تواجه الخوف من فقدان ابنها لهذه المرة، سيظهر نوح محبة عائلته حتى وهو يكافح من أجل حياته ويكافح الموت. توقعاتكم أعزائي، هل تتوقعون أن هذه ستكون آخر حلقة لشخصية نوح في مسلسل القلب الأسود؟ لأن كانت هناك أخبار تقول بأنه سيودع المسلسل قبل النهاية. هل ستكون هذه آخر حلقة لهذا البطل؟ نتمنى التوفيق لكل أبطال مسلسل القلب الأسود والعودة مرة أخرى بمشاريع أخرى جديدة، لأن زي كما قلت لكم الأسبوع المقبل ستكون آخر حلقة لمسلسل القلب الأسود. أما فيما يخص شخصية نوح، أتوقع أن هذه ستكون آخر حلقة لهذا البطل. نتمنى له التوفيق هو أيضا. شاركونا رأيكم وتوقعاتكم لآخر حلقة أو لنهاية نهاية المسلسل كيف ستكون؟ هل ستكون حزينة أو سعيدة؟ شاركونا لكم توقعاتكم وما رأيكم في مسلسل القلب الأسود، هل يستحق أن يتوقف بهذه السرعة؟ كما أتمنى منكم أيضا شاركوني رأيكم في المسلسل التركي الجديد الصيفي الذي سيعرض مع مسلسل القلب الأسود الليلة. المنافسة ستكون قوية، لمن ستكون الصدارة؟ وما المسلسل الذي ستتابعونه الليلة؟ هل المسلسل الصيفي الغرفة المزدوجة أو مسلسل القلب الأسود حلقة ما قبل الأخيرة؟ اكتبوا لي ذلك في التعليقات، وكما أقول لكم
أنكم دائما لا تبخلوا على بالضغط لايك سبسكرايب كذلك كمان جميل يشجع نعطيكم الجديد من الخبر الحصرية. إلى اللقاء في فيديو جديد، تحياتي لكم أحبائي وشكرا على المتابعة والدعم الدائم للقناة. أشكركم على تعليقاتكم الجميلة ودائما دعم القناة بلايك كما قلت لكم وعمل شير للفيديو وتعليق، هذا لا يكلفكم الكثير ولكن أحبائي يسعدني كثيرا. أشكركم على المتابعة وأتمنى لكم فرجة ممتعة. إلى اللقاء.